مفيش منتخب سهل في افريقيا وبالذات في الدور ال 16. مفيش. المغرب النهارده بتكسب تنزانيا 1-0 بصعوبه. مبروك لكل اخواتنا المغاربه، بس معلش تنزانيا ليها ضربه جزاء في الاخر، او هي ممكن تكون قانونيا مش ضربه جزاء، بس انا من وجهه نظري بصراحه الحق يقال شايفها ضربه جزاء، بس مش ده المهم. قصدي يعني ان مفيش منتخب سهل. يعني مصر ان شاء الله بكره عندها ماتش مع منتخب بنين، ربنا يستر. كابتن حسام، منتخب بنين نازل هيدافع بال11 بتوعه، واحتمال يجيب ناس من الجماهير تدافع. منتخب بنين مش هيعمل هجمه، يا رب ما الاقيش حمدي فتحي ومروان عطيه هما الاثنين في الملعب. مروان عطيه بس وقدامه امام عاشور، عايز انت بقى تقشر حد في النص ومثلا تلعب بثلاثه دفاع مثلا قدامهم ثلاثه نص ملعب واربعه هجوم براحتك، بس ما اشوفش حمدي فتحي ومروان عطيه مع بعض في الملعب. صح، وضربات الجزاء. اصل بص يا كابتن حسام، الذكي اللي بيتعلم من خطأه والاذكى اللي بيتعلم من اخطاء الناس. ماتش تونس ومالي خلص بضربات الجزاء، فيعني يا رب نقدم اداء كويس بكره، خصوصا مع العته والرعب اللي احنا بنشوفه في دور ال 16 في البطوله دي.